طيب السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلبي في فيديو جديد. زي طبعا ما انت شفت في عنوان الفيديو، ايوه طريقة عمل ارقام مصرية للواتساب والتليجرام ولا اي منصة تانية. فانت كل اللي عليك تسمع الفيديو لحد الاخر عشان تعرف تعمل رقم وتعرف تفعل الرقم عندك، تمام، من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجة. تمام يا قلبي، تمام. فانت ما تقدمش اي خطوة، اسمع الفيديو لحد الاخر، اقول لك كل حاجة، اقول لك تفاصيل. بس الاول لو انت مش مشترك عندي في القناه، انزل اعمل اشتراك للقناه، وفعل زر الجرس، وحط لايك كومنت للفيديو جميل كده، يعني يدعمني عشان انزل لكم فيديوهات. يعني انا الصراحه الدعم واقف في قلب القناه والتفاعل فيها نازل، فقدرني بس. خش في قناه التليجرام، بوزع ارقام هناك، بعمل كل حاجه هناك في قناه التليجرام. تمام يا قلبي، تمام. دلوقتي يا قلبي، ايه اللي هنستخدمه؟ برنامج ولا موقع ولا ده ولا ده؟ هنستخدم بوت تليجرام. بوت تليجرام، يكون عندك تليجرام كده، سيب لك رابط البوت في وصف الفيديو. تمام. طبعا ده يكون البوت اسمه بوت البايرو. انا طبعا لسه شاري منه رقم مصري، في كود رقم متفاعل معايا، بس المشكله اللي عندي خطأ. بس الرقم كان شغال وكله تمام، وادي الكود بتاع الرقم. طب ازاي عملت ده وازاي الرقم؟ جبت الرقم، اقول لك كل حاجه. الرقم ده ببلاش ولا بفلوس؟ بص يا قلبي، مفيش ارقام اساسيه بتكون ببلاش. مفيش ارقام اساسيه بتكون ببلاش. الارقام دي بتكون بفلوس، ارقام مدفوعه. هقول لك دلوقتي كل حاجه، يعني انت مش تدفع كذا ولا كذا وكذا، والسعر بتاعها رخيص وكله تمام. فانت عايز ارقام وهميه وارقام فيك للواتساب، برضه منزل وهنزل لك كتير برضه. تمام. عايز ارقام مصريه او ارقام سعوديه او ارقام اماراتيه، هقول لك كل حاجه. تمام. فده كده رقم مصري، الرقم انا جبته اتفاعل معايا، بس حدث حاجه في قلب النسخه اللي هو لا مش النسخه دي. النسخة دي بعد ما دخلت الكود طلع لي خدمة واتساب غير متوفرة حاليا، رجاء المحاولة بعد ساعة. طب ايه يعني ايه ده؟ عشان تطلع ناس كتير. دي بتكون حاجة في قلب النسخة اللي انت متأخر على تدخيل الكود. مثلا الكود دخلك جالك الكود بتدخله بعد 10 دقايق مثلا او 5 دقايق، بيجيلك الحاجة دي، لازم تدخل الكود على طول. تمام. فهي ديت الحاجة اللي بتخلي الرقم ما يشتغلش. تمام يا قلبي، فهي ديت اللي بتخلي الرقم شغال. بس تقول بقى الكود بايظ او الرقم بايظ، لا، بيكون الكود شغال وكل حاجه. لو الكود بايظ هيقول لك الكود غلط، لكن الكود شغال دي بتطلع. فانت داخل الرقم على طول يفتح معاك. تمام. فانا عشان لسه شاري الرقم مش هينفع اشتري الرقم عشان الروبل اللي معايا مش هيكفي، بس اقول لك الطريقه. تمام. انا كنت عايز افعل الرقم واصور فيديو وانا مفعل الرقم واقول لك ازاي تفعل عندك. تمام. بس بما ان حصلت معايا المشكله ديت واتخزوقت فيه، فما علينا، فاقول لك انت كمان، اقول لك تاخد بالك ازاي ده ما تحصلش معاك. تمام. تمام. نطلع كده يا قلبي، خش على التليجرام. طب بعد ما تدخل على البوت كده بالشكل ده، تعمل ايه؟ تعمل رسالة البدء اللي هي ستارت، تعمل اضغط على البوت، تعمل انشاء حساب. تمام. بس انا عشان انا عندي حساب فهعمل بيه. انت بتعمل انشاء حساب بيظهر لك كل حاجه. بعد ما بتعمل انشاء حساب بيظهر لك رقم كده، مثلا في البتاع دي كده بيظهر لك رقم، بتنزل هنا تحت كده تكتب الرقم بالشكل ده، وبعد ما تبعته بيقول لك تم التحقق وبتاع. وبعد كده بيظهر لك الحساب بتاعك بالاي دي، بتعمل تسجيل الدخول، الحساب بيفضل موجود هنا. تمام. انا هعمل بقى تسجيل الدخول عشان انا عندي حساب. طب ده الحساب بتاعي. تمام. ظهر كده الحساب بالشكل ده. هنا شراء أرقام وهمية، هنا شحن رصيد، قسم إعدادات، هنا قسم ربح روبل ومتجر ألعاب، عروض تليجرام وعروض واتساب. تمام. دلوقتي أنت عايز تفعل رقم فيك. طيب أنت عندك هنا قلبي، عند عروض الواتساب دي بتكون سعر أرخص. يعني مثلا عندك السعر بكام؟ في هنا ب4 روبل، في ب2 روبل. لا، دولة غريبة كده لسه مش موجودة في العروض. طبعا عندك هنا أقل حاجة بتاع 4 روبل، اللي هو كمبوديا وفيتنام. تمام. دي قطعة على فيتنام. مثلا لو الرقم عادي بتاخد الرقم كوبي، تضغط هنا على الرقم كوبي بالشكل ده وتحطه في واتساب. طب احنا عايزين دلوقتي نفعل رقم مصري زي ما انا عملت. هقول لك ازاي تفعل رقم مصري. تعمل رجوع، شاشة رئيسية، تيجي عند شراء ارقام وهمية كده بالشكل ده. تمام. تعمل هتنزل. انت لو خدت بالك طب نكمل. هتنزل هنا عند البحث سريع عند الدولة، وانت عايز تخش على القارة ذات نفسها تبحث وبتاع. فانت تبحث، عارف رمز الدولة طبعا، نحط رمز الدولة. تمام. نكتب رمز الدولة اللي هو بتاع مصر اللي هو 20.
ظهر لنا دولة مصر. تمام، بالشكل ده كده عندك هنا واتساب، جوجل، فيسبوك، انستجرام، تيك توك. تمام، فانت كده عندك ايه؟ عندك كل المنصات، عندك انستجرام، تيك توك، حراج، تليجرام، تويتر، ايمو، سناب شات، نتفليكس، فايبر. تمام. طب انت عايز دلوقتي الواتساب او عايز تليجرام، فاقول لك نفس الحوار انت تعمله، تضغط كده على واتساب. تمام، بالشكل ده. استنى يحمل معاك. تمام، ظهر لنا كده سيرفرات والاسعار والكميات اللي فيها السيرفر. عندك هنا 10 سيرفرات. عندك اغلى حاجة فيه كتير، يعني فيه 36 روبل، فيه 41 روبل، فيه 14، في كله. وفي دي الكميات اللي فيها، يعني 41 ده فيه 666 رقم. تمام. طب احنا عايزين رقم سعره قليل وكل ده. طب نضغط هنا على ايه؟ على 14 روبل. تمام، ظهر لنا كده رقم بالشكل ده، ادي رقم مصري ظهر. طب ده الكود هيجيلك ازاي، ولا كل ده هيجيلك ازاي؟ اقولك دلوقتي. عندك هنا ايه؟ الدولة، البرنامج اللي هو واتساب، الرقم، ده الكود اللي لسه مجاش، الحالة والسعر 14. واضغط هنا على الرقم اللي نسخه، نضغط على الرقم يتنسخ معانا. عندك هنا ايه؟ فحص الرقم ورؤيته في الواتساب. تمام، عندك هنا بقى تحتها ايه تاني؟ عندك تحديث والغاء شراء الرقم. تمام قلبي، فانت عندك كده تحديث ديت عشان لما تدخل الرقم في قلب الواتساب وتعمل تحديث يجيلك الكود. تمام. طب الرقم دخلت الواتساب ولقيت الرقم ده مش شغال، مثلا نيجي عند نسخة واتساب فاضية، عشان ايه؟ بس ما اشتريش الرقم يتخصم عليا، فانا احط اي رقم تاني. اكن مثلا رقم زي ده كده دخلناه والرقم شغال عادي وكل حاجة، بس الكود مش شغال او الكود مجاش. انت تعمل ايه؟ تعمل تحديث. تعمل تحديث لحد دقيقة، لقيت الكود ما وصلش بالشكل ده، قالك لا مثل الكود وكده، تعمل الغاء شراء الرقم. مش هتخصم عليك فلوس ولا اي حاجة. تعمل الغاء شراء الرقم وتعمل شراء مجددا بسعر 14 روبل. تمام. لو جاتلك ديت يبقى السيرفر خلصان، انت هتستنى بالظبط بتاع ايه؟ بتاع اقل من دقيقة وتخش تاني بيخش معاك. تمام، ده لكن لو انت عايز من السيرفر ده تطور، لو انت معكش فلوس او كده كتير. لكن معاك ممكن تخش على سيرفر تاني بتلاقي فيه، يعني كل سيرفر فيه كمية معينة. تمام. فده بالطريقة. بعد ما كده بتعمل تحديث بيوصلك الكود بالشكل ده زي ده كده. يعني زي ده جالي ايه؟ تم شراء الرقم بنجاح من بوت البايرو. ادي الرقم وادي الكود. اضغط على الكود، بتاخده نسخ، تخش على الواتساب، تحط كده الكود لصق وبيفتح معاك بدون اي مشاكل. تمام. طب الرقم لو حد فتحه وانت خدته من حد، تروح تحرق الرقم كود. افضل العب فيه في الكود بتاعه عشان ما يفتحش الرقم. طول ما انت بتلعب في الكود كده وتحرقه كود، الكود مش هيوصله. فكده الرقم يفضل معاك ويفضل موجود معاك، واي طريقة وشغالة. ودي طب البوت ده جربته كده طبعا، مجرب البوت ده كتير جدا. وادي دي كلها ارقام شريعة. ده رقم هندي تقريبا. في فوق برضو ارقام تانية، مثلا ده دولة فيتنام مشتري منها. ففي كل الدول بتكون شغالة. طب انت عايز تشحن البوت، اقولك تشحن البوت ازاي. تشحن البوت عندك هنا ايه؟ او انت عايز تشحن البوت بفلوس معاك وكده، تيجي هنا عند شحن رصيد، تعمل عبر كذا. ده بيدخلك ايه؟ لصاحب البوت. تمام، تعمل عبر كريمي، حوالات، سواء بنك البعير، رايس جولد، طريقة دفع عالمية، طريقة تعاملات رقمية، موبايلي، رصيد وهكذا. تمام. طب انت ما رش تشحن، تحاول ده كله او تعمل ده كله، او اسهل حاجة بعير اللي هي ممكن تعملها من مصر، حاول من مواقع وكده. بس طب انت مش عارف تحول ده كله، خش كلمني واقولك اديني المبلغ اللي انت عايزه، هحوله لك لصاحب البتاع ده، او انا اوصلك ليه واديك الطرق المعينه اللي هي تقدر تعملها بيه. يعني ممكن انا احولهم لك عادي من عندي لصاحب الراجل. انا بيبقى عندي تعاملات من حوالي بعير والكلام ده كله. تمام. فدي الطرق يا قلبي. عايز تشحن بتشحن من الطريقه دي، تشحن بالروبل بتاعك، والسعر بيكون مش غالي، يعني الاسعار بتاعته بتكون رخيصه. اعتبر ده جامد جدا. تمام. فهسيب لك لينك بوت في وصف الفيديو. متنساش تقدر انت مش شكل القناة، تفعل زر الجرس. ولو انت عايز ارقام تكون
من غير مقابل او من غير فلوس مجانيه كده، هنزل لك برضو ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، وهنزل لك كل شويه فيديو عن طريقه عمل ارقام فيك. تمام، فانت متنساش تقدر تنزل تعمل شغل القناه، خش قناه التليجرام، سيب لك كل حاجه في وصف الفيديو. وسلام يا اخواتي.